من عمل معصية ثم تاب بعدها ثم عاد وعملها مرة أخرى ثم تاب وامتنع عن ذلك كليا، فماذا يكون عليه وماذا يلزمه أن يعمل إذا كان عليه كفارة لذلك؟ الجواب: أما إذا كان عليه كفارة، أي إذا كان لذلك الذنب كفارة، فعليه إذا كان قادرا على أدائها أن يؤدي الكفارة. وأما ما عليه بعد توبته فقد جاء أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله يقول سبحانه في كتابه: وإني لغفار لمن تاب. فمن تاب صادقا بأن أقلع عن الذنب وندم على فعله وعزم أن لا يعود إليه، فتوبته إن شاء الله مقبولة. وكونه رجع للمعصية ثم تاب توبة لم يرجع بعدها لا يؤثر ذلك عليه إن شاء الله، لأن الإنسان إذا أذنب ثم ندم فاستغفر ربه يغفر الله له، ثم إذا عاد فأذنب ثم ندم فاستغفر يغفر الله له، كما جاء بذلك الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.